أنت ستسأل عن هذا البعير أمام الله جل وعلا بدلا مني يوم القيامة. نعم، انظر إليه هنا أو انظر إليه هناك، ستراه قد حنى رأسه التي ارتفعت لتعانق كواكب الجوزاء، أو إن شئت فقل التي تنزلت كواكب الجوزاء لتشرف بتتويجها. حنى فاروق الأمة عمر رأسه لينفخ في نار مشتعلة تحت قدر، أي تحت إناء، لينضج طعاما سريعا لأطفال يتضورون جوعا مع أمهم في سواد الليل. وينفخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ينفخ في النار ويعد الطعام، ويطلب من الأم أن تبرد الطعام ليطعمهم عمر بيده. نعم، ليطعمهم عمر بيده. والقصة رواها البيهقي بسند رجاله ثقات. ليطعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأطفال بيده، وتنظر الأم في سواد الليل إلى هذا الرجل، إلى هذا العملاق الكبير الذي ترك بيته وجلس ليطعم أطفالها الذين يتضورون جوعا. فتنظر إليه المرأة وتقول: يا هذا، والله إنك لأحق بالخلافة من عمر بن الخطاب، والله إنك لأحق بالخلافة من عمر بن الخطاب. وهي لا تدري أنه لا يصنع مثل هذا الصنيع إلا عمر، ولا يفعل هذا الفعل الكبير إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه. أو انظر إليه هنالك، نعم، يصلي في سواد الليل، ثم يقوم بالقرب من قافلة ليحرس أهلها مع أحد أصحابه، ويسمع بكاء صبي لا يتوقف إلا قليلا طوال الليل. ويقترب عمر رضوان الله عليه من الأم ليقول لها: أسكتي طفلك، ثم يعود إلى صلاته فيسمع بكاء الصبي فيعود إلى أمه: أسكتي طفلك، ثم يعود، وهكذا حتى ردت عليه المرأة وقالت له: يا هذا، لقد أبرمتني منذ الليلة، لقد أبرمتني، ضايقتني وضيقت علي. فقال لها: إني لأراك أم سوء، لماذا لا تسكت طفلك هذا؟ قالت: يا هذا، لقد أبرمتني، إني أحمل طفلي على الفطام. قال: ولم؟ قالت: لأن عمر بن الخطاب لا يعطي أي العطاء إلا لمن فطم. فيبكي عمر رضي الله عنه ويعود إلى المسجد ليصلي بالناس صلاة الفجر، ولا يستبين الناس قراءته من شدة بكائه، وهو يقول: كم قتلت من أطفال المسلمين يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين يا ابن الخطاب. ثم أمر المنادي أن ينادي في الناس بأن عمر بن الخطاب يفرض العطاء أو يعطي العطاء لكل من ولد في الإسلام، حتى لا تحمل أم على فطام طفلها قبل أن يبلغ سن الفطام. فلتسمع الدنيا كلها، فليسمع من يدعون الحضارة المشؤومة ومن يتغنون للحضارة المزعومة، الذين يسفكون دماء الأطفال، بل ويمزقون لحوم الأطفال والنساء والشيوخ، الذين استخدموا الأطفال في الحروب كدروع بشرية، بل وفجروا الأطفال بما يعرف بالريموت كنترول أو بآلة التحكم، الذين باعوا الأطفال في أسواق النخاسة في عصر الذرة والعلم والفضائيات والحضارة المشؤومة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي لطفل من أطفال المسلمين. كم قتل اليوم من أطفال المسلمين؟ فلتتعلم الدنيا كلها الحضارة من أساتذة الحضارة وقادة الحضارة الحقيقية، فلتتعلم الدنيا ولتتعلم الأمة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أو انظر إليه هنالك في السوق يتفقد الأحوال ويتفقد الناس، ويرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
إبلا سمينة عظيمة تلفت الأنظار، فيسأل عمر: ما شاء الله، إبل من هذه؟ فيقول الناس: إبل عبد الله بن عمر. إبل عبد الله بن عمر؟ نعم، وما الحرج؟ إبل عبد الله بن عمر، ما الحرج في ذلك؟ وكأن حية رقطاء قد قفزت وأفرغت كل ما في جوفها من سم في جوف عمر، ويردد عمر بن الخطاب: إبل عبد الله بن عمر، ائتوني به. ويأتي عبد الله بن عمر، إمام في الزهد، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في التقوى، إمام في العمل، إمام في العلم، إمام في الإيمان. ويأتي عبد الله بن عمر فيقول له والده: ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فيقول عبد الله بن عمر: إبل هزيلة اشتريتها بخالص مالي وأطلقتها في الحمى لترعى لأبتغي ما يبتغيه سائر المسلمين من الربح والتجارة يا أمير المؤمنين. فيقول عمر: بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين، وإذا رأى الناس إبلك قالوا: ارعوا إبله ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبله ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبله ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين. عبد الله قال: مرني يا أبتي. قال: انطلق الآن فبيع الإبل وخذ رأس مالك ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. يا خالق عمر سبحانك، يا خالق عمر سبحانك، يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. رضي الله عن عمر، رضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الأفاضل، والله أخشى من عقارب الساعة التي أراها تطاردني، فسامحوني على سرعة الطرح والإلقاء. بأي المواقف نبدأ؟ ويا ترى من أي المواطن ننطلق ونحن نتحدث الليلة عن فاروق الأمة الأواب، عن عمر بن الخطاب؟ هل نتحدث الليلة ونبدأ بفتوحاته على كثرتها، أم نتحدث عن ورعه، أم نبدأ بالحديث عن زهده، أم نبدأ بالحديث عن عدله، أم نبدأ بالحديث عن هجرته، أم عن خلافته، أم عن موته، أم عن علمه، أم عن فقهه، أم عن إيمانه وتقواه، أم عن قوته في الحق؟ أرى أن أعظم ما نستهل به الحديث الليلة بعد هذه المقدمة المختصرة أن نبدأ بالحديث عن المناقب والفضائل والأوسمة التي علقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده على صدر عمر، بل والمناقب التي زكى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر. ما أشرفها وما أكرمها وما أعظمها. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه. الله الله الله.